أحداث حكاية النهاردة كأنها طالعة من مسلسل أو فيلم. لما هتسمعوا الأحداث هتتخيلوا إن إحنا قاعدين في السينما بنتفرج على فيلم بوليسي وأكشن ومطاردات ورومانسية، وكل اللي انتوا عايزين تقولوه قولوه. القضية دي أنا كنت عملتها تالت أو رابع قضية على القناة، حاجة زي كده. مع مرور الوقت كنت دايما خجلانة من أدائي فيها، رغم إن القضية كويسة جدا وبجد الحكاية بتاعتها شيقة. بس كنت حاسة إن الترتيب والكلام وكل حاجة مش مظبوطة، وكنت حاسة إن أدائي سيء جدا. ولذلك قررت إن أنا أعيدها مرة تانية، وده لأنه أصلا تقريبا وقتها كل اللي شافوها 1000 أو 1300 حاجة كده يعني، فتقريبا معظمكم مسمعهاش. ففرصة إني أكررها بشكل أفضل وأنتم كمان كلكم تسمعوا. أنا مرمر المصري ودي قناة خين المرمر. يلا بينا نبدأ في حكاية النهاردة. فهل أنتم جهزوا يا رفاق؟ أحداث حكاية النهاردة هتاخدنا وتروح بينا على الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا أكتر لألاباما، وتحديدا أكتر وأكتر على لودريدل. موجود هناك مركز إصلاحي أو يعني سجن. السجن ده موجود فيه مديرة الإصلاحيات واللي اسمها فيكي وايت. فيكي بتشتغل في مجال الشرطة يعني بقالها 25 سنة. يوم 29 إبريل سنة 2022 هتدخل رئيسها وتقول له إن في أحد المساجين المفروض إن عنده تقييم عقلي أو نفسي في المحكمة، وإن المحكمة دي قريبة من السجن اللي هم موجودين فيه، فهي هتاخده وتوديه للتقييم النفسي. وده أمر معتاد بيعملوه على طول. وهي كظابط حراسات المفروض بتطلع ومعاها ظابط تاني أو أحد زملائها يعني، علشان يودوا المسجون ده علشان يعمل التقييم بتاعه. لكن فيكي قالت لرئيسها إن الموضوع مش مستاهل، ولأنهم جميعًا كل زملائها ورؤسائها بيثقوا فيها ثقة عمياء، فيقول لها تعمل اللي هي عايزاه. وفعلًا هي هتروح وهتطلّع المسجون زي ما حضراتكم شايفين كده، وهتركّبه العربية بتاعة الشرطة. المسجون اللي معاها ده مسجون شديد الخطورة، اسمه كيسي وايت، وتشابه الأسماء ده مجرد تشابه أسماء مش أكتر من كده. هتاخده فعلًا وهتركب بيه العربية وتاخده على التقييم النفسي. هيمُر ساعة و2 و3، هُم خارجين الساعة 09:30. الساعة 13:00 رئيسها هيقلق عليها، هيبدأ إن هو يتصل بيها، هيلاقي المكالمات بتروح للبريد الصوتي. ومن الساعة 13:00 للساعة 15:00 كل زملائها ورئيسها بيحاولوا يكلموها، لكن ما حدش أبدًا عارف يوصل لها، وتليفونها بيحوّل كل حاجة للبريد الصوتي زي ما قُلت لكم. كل اللي كان مسيطر عليهم الخوف لإنها خرجت لوحدها مع مسجون شديد الخطورة، وممكن جدًا يكون كيسي خدها كرهينة يعني وخطفها علشان يهرب، وخاصةً إن هو من فترة طويلة حاول قبل كده أو عرفوا إن هو كان بيخطط للهروب. وطبعًا ده خلّاهم يقلقوا جدًا، وعلى وجه السرعة بدأوا إن هم يدوّروا ويدّوا إخباريات في جميع أقسام الشرطة ولكل المسؤولين معاهم، وطبعًا الشرطة الفيدرالية هتتدخل كمان في الموضوع. دي ضابط واتخطفت. المهم إن هم هيبدأوا يدوّروا، فهيلاقوا إن العربية اللي هي خرجت بيها موجودة في أحد ساحات الانتظار بتاعة السيارات عند تقريبًا مجمّع أو شيء زي كده. المهم إنهم هيكتشفوا من الكاميرات إنه اللي حصل إنهم الاتنين نزلوا من العربية بتاعة الشرطة وركبوا العربية التانية واللي كان لونها أورنج من نوع فورد إيدج. خدوا العربية دي وانطلقوا، وطبعًا زمانهم دلوقتي بِعدوا جدًا. لحد اللحظة دي ما حدش أبدًا منهم كان متخيل إن فيكي هرّبت السجين، وإنما كل اللي كان مسيطر عليهم إن كيسي أخد فيكي كرهينة يعني وخطفها علشان يقدر يهرب منهم. وهنا كانوا قلقانين عليها جدًا. لكن قبل ما يكتشفوا الحقيقة وقبل ما أقول لكم بقية الأحداث، خلّينا نتوقف كده ونرجع بالزمن لورا، نتعرّف على فيكي وكيسي وكل واحد فيهم حياته السابقة كانت عاملة إزاي، وإزاي ممكن ضابط شرطة وسجين يقعوا في حُب بعض، وإزاي أصلًا فيكي تثق في سجين شديد الخطورة زي ده، وهتعرفوا هو ليه شديد الخطورة. على أي حال خلّينا نبدأ من عند فيكي. فيكي اتولدت سنة 1966، وده معناه إن يوم الهروب اللي هو يوم 29 إبريل 2020 كان عندها 56 سنة. في الوقت ده هي كان بقى لها 25 سنة بتخدم في المجال ده، وبقى لها 17 سنة في السجن ده تحديدًا. المهم إنها اتربت مع والدتها و2 من شقيقاتها. ما نعرفش اسم والدها وده لإنه يعني تقريبًا هو ووالدتها منفصلين أو شيء من هذا القبيل. المهم إن والدتها ربِّتها هي وإخواتها لوحدهم كأم عزباء. فيما بعد هي هتتجوز من واحد اسمه توماس وايت واللي هي شايلة اسمه، وكمان توماس ده هيعيش معاها 3 سنين.
لكن بعد ال3 سنين ولإنها في الوقت ده كانت ضابط حراسات، لمّا اكتشفت إن جوزها بدأ يروح في طريق المخدرات، قررت إن هي هتتطلّق منه، لكنها احتفظت بعلاقة جيدة جدًا معاه، وخاصةً لمّا مرض وجاله مرض باركنسون. هو توفى في شهر 1 في سنة 2020. لحد ما توفى كانت بترعاه وبتسأل عليه هو ووالدته، وعلاقتها بيهم طيبة جدًا، وحتى بعد وفاته كانت بتتصل وتسأل على والدته، وده يدل على إنها إنسانة طيبة وجدعة جدًا، وده برضه بشهادة زملائها اللي قالوا إن هي من أطيب الشخصيات اللي ممكن تقابلها، ولو طلبت منها أي طلب هتعمله لك. متفانية في العمل وكل حياتها تقريبًا من بعد ما اتطلقت كانت الشغل، وده لإنها ما عندهاش أولاد. بعض المصادر بتقول إن عندها بنت، لكن الأغلب الأعم بيقول إنها ما جابتش أولاد. كانت عايشة في بيت تمليك لوحدها، البيت ده ملحق بيه حظيرة مساحته كبيرة، ومعاها كمان الكلب بتاعها واللي هي متعلقة بيه. يقال إن في 2020 القيمة السوقية للبيت ده كانت حوالي 235 ألف دولار أمريكي، وخليكم فاكرين الرقم ده كويس علشان هنحتاجه كمان شوية. وآخر حاجات ممكن أقولها لكم عن فيكي، إنها أخدت موظف العام لمدة 5 سنين من سنة 2015 ل2022، أخدتها 5 مرات بترشيح من زملائها، وده يدل على قد إيه هي كانت منضبطة في العمل. وزي ما قُلت لكم في البداية، كل رؤسائها وزملائها بيثقوا فيها ثقة عمياء. العمدة بتاع لودريدل كان متأكد إن فيكي مش ممكن تعمل أي حاجة غلط خالص، وكان بيدافع عنها جدًا في الأول. كمان زملائها قالوا عنها معلومة مهمة، وهي إنها كانت متحفظة جدا فيما يتعلق بحياتها الشخصية. يعني عمرها ما عرفت أي حد من زمايلها أي حاجة عن حياتها الشخصية خالص، ولا حد كان يعرف أي حاجة. عمرها ما كانت بتشتكي لمامتها أو حماتها أو أي حد من أي حاجة أو أي يعني نقص في نفسيتها أو نقص في حياتها كانت بتعاني منه. لكن الجميع هيكتشف قد إيه هي كانت بتعاني بعد ما تحصل المصيبة، وده لإنها زي ما قُلت لكم كانت كتومة جدًا. زملائها هيسموا ده بعد كده الجانب المظلم من فيكي وايت. المهم خلّينا نيجي بقى لكيسي. كيسي كان من وهو صغير على كلام مامته إن هو طفل ريفي بسيط وطيب، وعمره ما استخدم الضخامة بتاعة جسمه دي في إن هو يأذي أي حد خالص، وقالت إن هو كان شخص مستقيم جدًا لحد ما وصل سن ال18 سنة، وده لإنه في سن ال18 سنة بدأ يتجمع على ناس مش كويسين، ومن هنا بدأ رحلة المخدرات. ومع الوقت كمان بدأ يُقع، وده على رأي مامته أو على رواية مامته، إن هو بدأ يُقع في نساء. النساء دول استغلّوا إن هو طيب القلب، وهو ده اللي وصّله للنقطة اللي هو موجود فيها دلوقتي من العنف، واللي تخلّيه سجين شديد الخطورة. لكن في بعض المعلومات اللي أعتقد لو عرفتوها ممكن تغيّروا رأيكم في كلام مامته أو تحسّوا إن هو مش دقيق أوي، وده إنه هنبدأ بقى القصة بتاعته بدأت في العنف منين. هتبدأ من سنة 2010 أو ده اللي وصل لنا. سنة 2010 هيتخانق مع أخوه، وهنا هيقرر إن هو يجيب فاس وبالإيد الخشب أو الإيد الحديد بتاعة الفاس وهيبدأ ينزل على وش أخوه. دي أول مرة. طبعًا أخوه ما بلّغش عنه أو هو يعني ما اتعاقبش في الحكاية دي. وفي سنة 2012 هيبدأ يرتكب أول اعتداء على حد غريب، اعتداء بالضرب يعني مش اعتداء اللي هو التاني. المهم يعني إن هو هيتحكم عليه ب5 سنين سجن، لكن بشكل أو بآخر هو هيخرج بعد ما يكمّل 3 سنين أو أقل كمان من 3 سنين، اللي هو في سنة 2015. لمّا كان في السجن في سنة 2015 كان دايمًا بيهدد إنهم لو أطلقوا سراحه إنه هيروح وهيقتل صديقته اللي سابته، وده لإنها راحت وارتبطت بحد تاني. وكمان كان بيقول إن هو ما يفرقش معاه إنه بعد ما يعمل كده إن الشرطة تقتله، بل إن هو عاوز إن الشرطة تقتله بعد ما يعمل كده. المهم إن هم لمّا هيخرّجوه وخلال وقت قصير جدًا هينفّذ تهديده، بس مش هيقتلها، بمعنى أصح إن هو هيروح لبيتها. في الوقت ده كان في 2 أولادها، هي عندها طفلين يعني، الطفلين دول كانوا موجودين ومعاهم طفلين تانيين في الدور اللي تحت في البيت، وهي كان معاها 2 من أصحابها. هيبدأ يدخل البيت ويضرب بمسدسين بشكل عشوائي. الأطفال مش هيحصل لهم أي حاجة لإنهم كانوا في الدور اللي تحت. أمّا أصحابها ولحسن الحظ فهُم هيبدأوا يجروا يعني على التواليت علشان ينطّوا من الشباك، هيلحقهم وهياخدهم كرهاين. في الوقت ده هي هتقدر تجري علشان تستنجد بأحد الجيران جنبهم. لمّا هيعرف كده هيسيب أصدقائها، واللي هيقدروا في الوقت ده ينجوا بنفسهم، وهيروح وراها على بيت الجار. هنا هيبدأ يضرب عليها الرصاص بشكل عشوائي، وبرضه لحسن الحظ مش هيحصل لها حاجة. في الوقت ده هو هيبدأ يهرب،
وهو بيهرب لإنه عارف إن أكيد الشرطة دلوقتي هتيجي، هيبدأ يتلفت للبيت ويضرب بالمسدسين بشكل عشوائي، وللأسف الشديد رصاصة من اللي هتتضرب هتيجي في الكلب بتاعها واللي هيفارق الحياة. المهم إنه هيكمّل رحلة الهروب بتاعته بالعربية اللي كانت معاه. طبعًا دلوقتي العربية معروفة بالنسبة للشرطة، لإن أكيد كل الناس اللي شافوا الواقعة بلّغوا عنها، فهو هيبدأ يخرج لحد ما يوصل للحدود بتاعة الولاية اللي هو موجود فيها. بعد كده هيحاول إن هو يسرق عربية تانية، عربية كرفان كده. لحُسن الحظ إن السائق بتاع العربية هيبدأ يقاوم ويخش ويقفل على نَفْسه في الكابينة بتاعة النوم. المهم إنه مش هيعرف يسرق العربية دي، هينزل منها ويحاول إنه يسرق عربية ملاكي موجود فيها سيدة. السيدة دي هتقفل على نفسها اللوك من جوه ومش هترضى تفتح له. هيمسك المسدس ويبدأ يضرب على الباب، وهنا هتيجي رصاصة من اللي هو ضربها دي في الإزاز هتخترقه وتيجي فيها. هي مش هتموت لكن كتفها اتصاب. المهم إنه في النهاية برضه هيفشل، فهيرجع وياخد العربية بتاعته مرة تانية، وهنا هيحصل مطاردة وهيقبضوا عليه. لكن قبلها هيكون برضه أخد واحد تاني كرهينة. المهم بعد المطاردة الفظيعة اللي هو هيعملها دي وأحداث كتير أوي مش عايزة أضيّع وقتكم فيها، هيتم القبض عليه وهتتوجه له 15 تهمة في القضايا دي. المهم وخلّوا بالكم في ليلة واحدة عمل 15 تهمة، من ضمنهم طبعًا قتل الكلب والسطو من الدرجة الأولى ومحاولة القتل من الدرجة الأولى وكده. المهم يعني إن هو هيقعد في السجن حوالي 3 سنين. بعد ال3 سنين دول هيبدأ يتقدم للمحاكمة، هنكون وصلنا ل2018 أو 2019. هيكون وصل عدد التُّهَم ل7 تُهَم، والتُّهَم دي هياخد فيها أحكام ب75 سنة سجن. أثناء بقى ما مسكوه لحد ما حكموا عليه، المفروض إن هو عمل الحاجات دي كلّها في ولايتين، ولذلك كان بيروح من السجن ده للسجن بتاع لودريدل ويرجع تاني، وخاصةً إن هو كان بيحاول جاهدًا إنه يتنقل للودريدل، وده لإنه في 3 من المساجين معاه أو تقريبًا 3 مرات مساجين معاه يتهجموا عليه بالضرب. وأنا مش عارفة الحقيقة إزاي يعني هو ما عرفش يدافع عن نفسه. يعني بُصّوا يا جماعة هو 6 أقدام و9 بُساط، إحنا بنتكلم عن هَلْق عملاق. حتى الشرطة كانت دايمًا بتقول إن مامته بتحاول تشبّهه بإن هو عملاق مسالم وكذا، لكن هو مش كده أبدًا، وإنه لمّا بيتعصب أو بيكون تحت تأثير المخدرات بيكون شخص مرعب جدًا. المهم يعني إنه على أي حال هيفضل يحاول معاهم ينقلوه وهُم كانوا رافضين، فهيقرر إن هو يبعت جواب للعُمدة ويقول له إن في واحدة اتقتلت اسمها كوني ريدجواي، والست دي كان عندها تقريبًا حاجة و50 سنة، 59 سنة حاجة كده، وعندها ولدين. الست دي كانت عايشة في بيتها لوحدها، لقوها مرمية على الأرض ومنتهية حياتها بعدد كبير جدًا من الطعنات، وما قدروش يوصلوا أبدًا للي عمل كده. هيبعت لهم جواب وهيقول لهم فيه بعض التفاصيل اللي هم ما أعلنوش عنها أبدًا للجمهور، وهنا هيتأكدوا إن فعلًا هو القاتل، وساعتها هم هيبدأوا يدوروا على السبب. لكنه بعد كده ولمّا ييجي يتقدم للمحاكمة طبعًا هم خلاص نقلوه زي ما هو عايز لدريدل علشان يتحاكم، ففي الوقت ده هو هينكر تمامًا إن هو عمل كده، وهيبدأ يقول إن الاعتراف ده كان بداعي الجنون. المهم يعني إن هم هيبدأوا يفكروا هو أصلًا عمره ما شافها قبل كده قبل يوم الحادث ولا يعرفها، إيه اللي هيخلّيه يقتلها؟ لقوا سبب محتمل واللي هو ممكن جدًا يكون قاتل بأجر، حد دفع له فلوس علشان يعمل كده، رغم إن الست دي ما لهاش أي عداوات مع حد خالص. المهم يعني وأنا بصراحة من كل الأحداث اللي قريتها أشُك إن هو اللي عمل الجريمة دي، وأعتقد إن هو عادي ممكن يتبلّى على نَفْسه، وخاصةً إن أنا هاقول لكم حكاية تانية قُدّام هتخلّيكم تعرفوا إن هو فعلًا ممكن يكدب ويقول على نَفْسه إن هو قتل حد. المهم إن هو اتنقل فعلًا لRed Quay. لاحظ المساجين هناك إنه في علاقة طيبة جدًا بتجمع ما بينه وما بين فيكي. فيكي كانت بتميزه عن بقية المساجين التانيين، حتى في الأكل كانت بتحط له كميات أكبر، والحقيقة شايفة إن دي حاجة عادية، يعني واحد بالحجم ده هي لازم تميزه وتدّي له أكل أكتر. المهم يعني إنه المساجين قالوا إن هم كانوا بيحسوا إن معاملتها معاه ألطف شوية. المهم إن العلاقة ما بينهم بقت قوية جدًا. هيرجع تاني على السجن اللي كان فيه، وبعدين يرجع على ريدجواي تاني يعني علشان الحظر وقت الوباء وشوية حاجات كده، وبعدين هيرجع للمرة التالتة والأخيرة في سنة 2022 تقريبًا في شهر فبراير، وده معناه إنه راح وجِه على السجن ده 3 مرات.
أول مرّة انجذب هو وهي على روايتهم يعني لبعض جدًا، وهنا لمّا مشي وراح السجن التاني بدأوا إن هُم يتبادلوا الرسايل، يتعرّفوا على حياة بعض أكتر، ويصرّحوا لبعض هُم الاتنين بحُبّهم. لمّا رجع للسجن المرّة التانية بدأوا إن هُم يبقى في مكالمات ما بينهم، وبدأ كمان إن هو يبقى في ما بينهم رسايل، والمكالمات والرسايل عفوًا يعني كانت جنسية صريحة. المهم إنه بالشكل ده ولمّا هيقعدوا يدوّروا ورا الحكاية كلّها، هيكتشفوا إن كان في شيء مخفي ما بين فيكي وما بين كيسي، وخاصةً بعد ما هيلاقوا أدلة كتيرة جدًا بتقول لهم إن فعلًا الحكاية حكاية هروب. كيسي قررت ترمي ماضيها المشرق كلّه ورا ضهرها، وترمي كل اللي بنيته في حياتها، وما أعرفش عقلها كان فين إنها تهرب مع سجين شديد الخطورة محكوم عليه ب75 سنة سجن، ولو اتحكم عليه في قضية كونيرد جواي كمان ممكن ياخد إعدام. لكن زي ما بيقولوا من الحب ما قتل. هيعرفوا إنها كانت مقدمة على تقاعد يعني قبل يوم واحد من الهروب، وكانت قايلة لرئيسها إن السبب في ده إن والدتها بقت ست كبيرة وصحتها على قدها، وإن هي عايزة تعيش مع مامتها وتراعيها اللي باقي من حياتها. وهيكتشفوا كمان إن هي باعت بيتها اللي إحنا قُلنا إن هو يُقدّر بحوالي 235 ألف دولار أمريكي. هتبيع البيت بتاعها وتروح تعيش مع مامتها، وده برضه قبل الهروب بحوالي 5 أسابيع. باعت بقى بيتها بكام؟ ب95,000 دولار بس، يعني أقل من نُص القيمة السوقية بتاعته، وكل ده علشان تقدر توفّر الفلوس علشان تهرب مع حبيب القلب. وقبل الهروب بأسبوع هي سحبت 90,000 جنيه نقدي، وقبل الهروب بأسبوع كمان راحت لمحل بيبيع ملابس رجالية واشترت مجموعة ملابس رجالية، وكمان راحت عفوًا يعني لمحل من اللي بيبيع الملابس والألعاب كده يعني، أنتم أكيد فهمتوا قصدي. المهم هتروح وهتشتري بعض الحاجات الخاصة ليها، وهتشتري بعض الألعاب اللي بيستخدموها في العلاقات، وبرضه أعتقد أنتم فاهمين قصدي إيه. كل دي كانت مؤشرات بتقول إن هي هربت معاه، ده غير طبعًا العربية اللي اكتشفوا إنها كانت شارياها باسم مستعار. هُم كانوا عمّالين يفكّروا بعد الوقت ده وخاصةً إن مَر 6 أيام ومش قادرين يوصلوا لأي معلومة خالص، رغم إنهم عملوا مكافأة كبيرة، عملوا مكافأة في الأول 10,000 جنيه، بعد كده خلّوها بالنسبة لفيكي 15,000 جنيه وبالنسبة له هو 15,000 دولار وبالنسبة له هو 10,000 دولار، يعني اللي هيدِل عن مكانهم ويلاقوهم هيدّوا له 25,000 دولار، فكانوا بيناشدوا الجمهور يدّيهم أي معلومة. من كل قلق الشرطة في الوقت ده إنه هي موجودة زي ما قُلنا مع سجين شديد الخطورة، فحتى لو هي اللي هرّبته بدافع الحب وهي اللي حطت الخطة لإنها شرطية وبتعرف كويس تخطط أو بتعرف يعني إزاي ما تتمسكش، ففي النهاية هو تلاعب بمشاعرها، وده علشان يهرب، ولذلك هم كانوا خايفين عليها جدًا، لإنه ممكن بعد الهروب يتخلّص منها ويقتلها وبعد كده يكمّل رحلة الهروب لوحده، بعد ما يكون وفّر لنفسه السلاح من خلالها والفلوس وكل حاجة. المهم يعني إن هم هيبدأوا يحطّوا نظريات، طبعًا إحنا قُلنا إن هو ما شاء الله 6 أقدام و9 بُساط، وبالتالي فإنه سهل جدًا أي حد من الجمهور يلاحظه، وخاصةً إن هم كانوا مكثّفين البلاغات ومكثّفين البرامج عليهم ومكثّفين كل حاجة، الإعلام كان بيدوّر وراهم في كل حاجة تقريبًا، ده إلى جانب إن الشرطة طبعًا كانت معمّمة الخبر في كل حتّة في الولايات المتحدة يعني، لإن ده مجرم شديد الخطورة، وبالتالي كل الناس في جميع الولايات في خطر لحد ما يمسكوه، ولذلك كانوا عمالين يحطّوا نظريات، أصل لو واحد بالحجم ده هم قالوا مواصفاته في التلفزيون وقالوا مواصفاته في الملصقات وكده، والاتنين بقوا أكتر 2 مطلوبين في الولايات المتحدة، وبالتالي سهل جدًا أي حد يلاحظه، فحطّوا نظرية إنه ممكن هي تلبّسه باروكة مثلًا وتقعّده على كرسي متحرك فتخفي شوية حجمه، وبالتالي تقدر إن هي يعني تتحرك بيه. المهم إن كل نظرياتهم دي مش هتطلع صحيحة ولا حاجة، لكن النظريات دي كلها مش صح، واللي هيحصل كالتالي: إن يوم 4 مايو يعني شوفوا بقى لهم قد إيه، بقى لهم حوالي 6 أيام، المهم يعني واحد صاحب مغسلة هيقول لهم إنه في عربية بمواصفات معينة، العربية دي موجودة في المغسلة بتاعته بقى لها كام يوم متسابة، ولمّا راجع الكاميرا يعني اكتشف إن في واحد جه ووقف وفضل يبُص يمين وشمال، وفي الآخر ساب العربية دي ومشي، وهو خايف إن العربية دي تورّطه في حاجة. المهم الراجل قبل ما يكلم الشرطة قرّب من العربية، وبدأ إن هو يفحصها فما لقاش أبدًا إن في لا قتيل ولا دياولو،
بس اكتشف إن في كعب مسدس موجود جوّه، المسدس مش موجود، بس الكعب بتاع المسدس موجود. وهيلاقي كمان إنه اللي هي اللوحة يعني بتاعة الأرقام وكده بترجع لتينيسي مش بترجع أبدًا إيفنسفيل اللي هم موجودين فيها واللي موجودة في إنديانا. فلمّا هيكلم الشرطة، الشرطة فعلًا هتيجي على أساس إنه العربية دي مسروقة واللي سرقها سابها في المكان ده. هو الراجل خرّج العربية برّه المغسلة عشان ما يعطّلش المغسلة بتاعته وسابها برّه. المهم إنه هيكتشفوا بقى بعد كده من اللي هو هيدّيه لهم إن فعلًا الراجل ده هو اللي بيدوّروا عليه وهو كيسي وايت، وهيلاقوا إنه كان لوحده، وهنا هيبقوا متأكدين إن هو تخلّص من فيكي وقتلها، أو إنه تخلّص منها بأي طريقة وهي ما قدرتش ترجع لإنه مثلًا هيتم القبض عليها أو أي شيء من هذا القبيل. المهم إن صاحب المغسلة هيبدأ يفرّغ الكاميرات مرّة تانية، وأنا مش فاهمة ليه الشرطة ما عملتش كده، فالراجل هيقول لهم لأ، فيكي عايشة وأنا شُفتها راكبة عربية كاديلاك تقريبًا لونها أبيض، وإن هو ما شافش وشّها كويس أوي لكن المواصفات العامة كده يُعتقد إن هي لإنه لقى إن الراجل ده ركب معاها. المهم يعني في النهاية اكتشفوا إن بيكي عايشة وإن هُم الاتنين دلوقتي في عربية كاديلاك والراجل ادّى لهم مواصفات العربية دي. طبعًا هم هيعمّموا مواصفات العربية دي لكل دوريات الشرطة الموجودة في إنديانا. المهم إنه يوم 9 مايو في ضابط دورية بيلِف بشكل روتيني يعني، هيلفت انتباهه عربية كاديلاك بنفس المواصفات بالضبط. فهيُقف وهيبدأ إن هو يراقب العربية دي من بعيد، ليكتشف بعد شوية إن فعلًا كيسي وفيكي نازلين وبيركبوا العربية، بدأ إن هو يتتبعهم وبلّغ فورًا، وفجأة الموضوع كله يتحول لمطاردة شرسة جدًا ما بين عربيات الشرطة وما بين العربية اللي موجودة فيها فيكي وكيسي، هيفضلوا يجروا وراهم لكن كيسي كان بيسوق ومش عايز يستسلم أبدًا وبيحاول يهرب منهم، وفعلًا لو كانوا سابوهم شوية كمان كان ممكن كيسي يفلت منهم، ولذلك قرروا في الوقت ده إن هُم أو ضابط يعني كل اللي جه في باله إن هو لازم يوقّف عربيتهم بأي طريقة، فبدأ إن هو يخبط عربية الشرطة في عربيتهم عند مكان كان شايف إن فيه حُفرة، وفعلًا نجحت الخطة اللي هو حطّها ووقعوا فعلًا والعربية اتقلبت بيهم جوّه الحُفرة دي، ونزلوا رجال الشرطة كلّهم علشان طبعًا يخرّجوهم من جوّه العربية. حصل بقى أثناء المطاردة دي شيء غريب جدًا، لحد دلوقتي ما حدش عارف هل هو كان مقصود والّا ده كان بالخطأ، وهو إن فيكي اتصلت بال911 وهُم كانوا سامعين صوت يعني اللي هو بتاع ال911 كان سامع صوت العربيات بتاعة الشرطة اللي عمّالة بتطاردهم، وسامعين صوت ما أعرفش ينفع والّا لأ عشان الcopyright صوت الصرخات بتاعة فيكي وهي عمّالة تصرّخ وهي بتقول له إن الوسائد الهوائية هتفرقع يعني، هتنفجر، لازم ننزل من العربية ونهرب على رجلينا، وصرّخت أكتر من مرّة. ما كانتش بتكلم أبدًا ال911 ولذلك يُعتقد إنه الاتصال ده كان اتصال بالخطأ مش أكتر من كده. المهم إنه في النهاية فعلًا وقعوا في الحُفرة، هييجي زي ما هتشوفوا في الفيديو أو زي ما شُفتوا، هييجي عدد كبير جدًا من ضباط الشرطة وده لإن إحنا بنتكلم عن العملاق كيسي، وهيبدأوا إن هم ينزّلوه في الأرض وفعلًا يحطّوا له الكلبشات وبكده كان في إيديهم، حصل له بعض الجروح وجرح في دماغه، لكن على أي حال في النهاية قبضوا عليه، وهُم قابضين عليه كان عمّال كل اللي نزل عليه يقول لهم: "انقذوا زوجتي، انقذوا زوجتي." المهم إن هُم جريوا فعلًا لكيسي. في وقت المكالمة بتاعة ال911 كان بيقول مسكت المسدس وده صوت ضابط من اللي كان بيطاردهم وقريب من العربية، مسكت المسدس، مسكت المسدس، المهم إنه في الوقت ده هيكتشفوا إنها ما كانتش مصابة ولذلك هي واقعة جوه العربية ما بتخرجش، لكن لما هيخرجوها هيكتشفوا إنه تم إطلاق النار على راسها. في البداية الكل كان متخيل إن كيسي هو اللي عمل فيها كده، لكن بعد ما هينقلوها للمستشفى لإن كان لسه فيها الروح الدكاترة هيقولوا إن هي اللي عملت كده في نفسها، وغالبًا يعني فيكي حاجة من الاتنين، يا إما ما قدرتش تتقبل فكرة إنه زملائها هيقبضوا عليها وهتتحاكم وهتتحط في الموقف ده، أو إنها ما قدرتش تتخيل إنها هتتسجن ويفترقوا بشكل نهائي هي وكيسي يعني. إيه بالضبط الحقيقة أو إيه اللي كانت بتفكر فيه الله أعلم. المهم إن هم هيلاقوا مبلغ من المال، المبلغ ده تقريبًا حوالي $25,000 بس من أصل $90,000 وما تنسوش إن هم غيّروا أكتر من عربية كانوا بيشتروهم باسم مستعار،
فده ضيّع فلوس. الحاجة التانية إن هي كانت شارية مجموعة من الأسلحة وبرضه بشكل غير قانوني، وهيلاقوا الأسلحة دي موجودة جوّه العربية. المهم إن طبعًا العربية كانت خلاص مش نافعة، هياخدوه علشان يتقدّم للمحاكمة، وهتبدأ رحلة جديدة بقى. الرحلة دي هتكون مليانة بالقضايا، وأهمهم إن هم هيتهموه بموت فيكي وايت. هناك في ألاباما يعني كان في قانون ما أعرفش أكيد موجود لإنه كان في 2020. القانون ده إنه لو حد تسبب في موت حد، فهو بيتقدّم للمحكمة بتهمة قتل الشخص ده، ويا ياخد إعدام يا ياخد سجن مدى الحياة. ده غير لو تفتكروا إن هو كان قدّامه شهر واحد بس ويتحاكم كمان على القضية بتاعة كوني ريدجواي، ولو كان اتحكم عليه فيها غالبًا كان هيبقى الإعدام. المهم إن هو اتقبض عليه، ما حاولش يقاوم أبدًا، وكان حزين جدًا، وهُم كانوا بيتوعدوا له إن هو مش هيخرج من السجن ده مرة تانية ولا هيشوف النور. خلّوا بالكم ده لعب بدماغ زميلتهم اللي مشهود لها بالكفاءة لمدة 25 سنة، وسِت يعني كانت perfect ما عليهاش أي ملاحظة من أي نوع، عمرها في حياتها ما كان ليها مشكلة مع حد من زمايلها، فجأة تعمل حاجة زي دي، فبالنسبة لهم كانوا شايفين إن هو اللي تلاعب بدماغها. ودخل من ثغرة إن هي ست وحيدة بقى لها سنين وحياتها كلها الشغل وكبرت في السن. في الوقت ده هو كان عنده 39 سنة وهي 56 سنة، فسهل جدا إن هو يتلاعب بيها. كمان مامته في الوقت ده طلعت وقالت إن هو كان بيعاني في طفولته من الفصام وثنائي القطب. المعلومة دي هم ما اهتموش بيها أبدا أبدا في محاكمته. المهم إنه بما إنه إحنا متغاظين منك وبما إن أنت أصلا قبل كده عامل بلاوي، فقرروا يفتحوا له الملفات القديمة. وأهم ملف فيهم إن في سنة 2008 كان ليه صديقة، الصديقة دي سابته بسبب أو آخر يعني وقررت تبعد عنه، فقرر إن هو ينتقم منها أو هم شايفين كده. الصديقة دي في الوقت ده لقوها ميتة في بيتها يعني، وقالوا عن طريق تقريبًا طلق ناري، وقالوا إن هي اللي عملت كده. المهم إن بنتها في التحقيقات قالت أكتر من مرّة إن هو كيسي يعني كان موجود عندهم في الليلة بتاعة موت والدتها، إلا إنهم في النهاية حطوها على إنها إنهاء حياة وما حدش أدانه أبدًا. قرروا بقى إن هم يفتحوا له القضية دي مرّة تانية، ولحد دلوقتي ما اتقالش هي القضية دي اتحكم فيها إيه. أمّا بالنسبة للقضية بتاعة كوني ريدجواي، فالقضية دي برضه نفس الحكاية، ما أعرفش حصل فيها إيه، وده لإنه ما لقيتش إلا مصدر واحد بيقول إن هو أكبر حكم هياخده خلاص فيها 14 سنة، ده لو اتحكم عليه فيها. أمّا بقى القضية الأهم واللي هي لمّا وجّهوا له تهمة قتل كيسي وايت، وده لإنه طبعًا تسبب في موتها. القضية دي كانت القضية الأشهر والأهم واللي بيغطيها الإعلام في كل لحظة. في البداية هو نفى تمامًا في المحكمة إن هو يكون قتلها أو أذاها بأي شكل من الأشكال أو يكون هو السبب في موتها، دي حاجة. بعد كده هو هيقعد في السجن وزي ما قُلت لكم كانوا بيتوعدوا له إنه مش هيشوف النور تاني بعد كل اللي عمله. المهم إن في النهاية هيروح المحكمة علشان جلسة النطق بالحكم عليه. والحقيقة اللي هيشوفه في الجلسة دي هيتفاجئ. خلّيني أقول لكم قبل الجلسة دي لمّا قبضوا عليه وعرف إن فيكي ماتت، كان منهار من البكاء. مامته أصلًا قالت إن هو قبل هروبه بسنة مع فيكي كان قايل لها إن هو بقى ليه صديقة عن طريق المراسلة، وإن هو حاسس بحب حقيقي وصادق ناحيتها، وإنه من 6 سنين كاملين في السجن عمره ما حس بالاهتمام والرعاية دي من حد، وإن هو فعلًا بيحبها، وكان بيقول لها إنها البنت دي هتساعده على إن هو يخرج من السجن. مامته طبعًا كانت بتواسيه وخلاص وبتقول له أوكي، لكن هي عارفة إن ابنها محكوم عليه ب75 سنة بدون إمكانية الإفراج المشروط، لكن قالت يمكن مثلًا البنت دي عندها فلوس كتير مثلًا، فهتبدأ تعمل له استئناف أو أي شيء من هذا القبيل. وفي مرة من المرات قبل الحكاية دي قال لها في عيد ميلاد تقريبًا أو حاجة زي كده، قال لها إنه البنت اللي هو بيحبها دي أو الست اللي هو بيحبها دي هتيجي وهتزورهم في البيت. هو عنده 2 ولاد عايشين مع مامته، فهي هتيجي هتسلم عليكِ وعلى الأولاد وتتعرف عليهم. وكانت الست دي هي فيكي، لكن الأم ما كانتش تعرف أبدًا إن هي دي فيكي ولا أي حاجة، كانت فاكرة إنها ست عادي من برّه بيتراسلوا وحبِّته إلى آخره. رحّبت بيها واستقبلتها في بيتها مرّة، وبعد كده بقت بتبعت البطاقات لأولاده وتهنّيهم في أعياد ميلادهم أو في أي حاجة، يعني قصة حُبّهم استمرت ولمدة سنة كاملة قبل الهروب. خلّيني أقول لكم بالنسبة لمامة فيكي بقى، فكانت مصدومة جدًا، وده لإنها قالت إن بنتها اتنقلت معاها قبل 5 أسابيع،
وكانت بتتكلم عادي جدًا ونمط حياتها عادي جدًا وما بانش عليها أي حاجة غريبة من أي نوع. ومش بس كده، دي قالت إن في يوم الواقعة كمان نزلت عادي جدًا وكإنه ما فيش أي حاجة، وكلمتها اتطمنت على الكلب في نُص اليوم علشان الكلب كان تعبان، ولمّا مامتها بعتت لها وقالت لها أنا خلاص هاحضّر العشا أنتِ اتأخرتِ، ما لقيتش رَد. اتصلت بيها لقت تليفونها مُغلق، وبعد كده وصل لها الخبر يعني اللي نزل على دماغها كالصعقة، ما كانتش مصدقة إن بنتها اللي ما كانش ظاهر عليها أي حاجة خالص ممكن تعمل عمل زي ده تضيّع بيه مستقبلها وحياتها وكل اللي بنته. المهم إنه بعد كده هيتم المحاكمة زي ما قُلت لكم. أنا قُلت لكم إنه لمّا اتقبض عليه مامته كلمته في التليفون، قالت إن هو كان منهار وعمّال يبكي ويقول لها زوجتي ماتت، حبيبتي ماتت، وكان بيقول لها إنه اللي كان ما بينهم كان بجد حاجة حقيقية، وإن هو ما كانش عشان يهرب ولا حاجة، لكن هو كان بيحب فيكي، وكان بيعيّط بشكل هستيري على حد وصف مامته. هييجي يوم المحاكمة، وهنا كانت المفاجأة ليّا أنا تحديدًا بالذات. شايفين الHulk ده اللي إحنا شُفناه الضخم الكبير اللي نظرته كلّها شر؟ نزل عينيه حزينة حزن غير طبيعي، وفاقد أكتر من نُص وزنه، وسايب دقنه وحالته كانت يُرثى لها، ولمّا دخل المحكمة المفروض إن هو بيقول كلمة قبل تقريبًا ما يتم الحكم عليه. مامتها في الوقت ده كانت تعبانة وما قدرتش تروح علشان توجه له كلمة، لكن هو وجه اعتذار لأهلها وقال إن هو كان بيحبها وما زال بيحبها حب حقيقي، وإن هو ما كانش أبدًا واخدها ستارة علشان يهرب، وإن هي الست الوحيدة على مدار حياته كلها اللي حبته من قلبها واللي عملت كل ده علشانه، ولذلك هو قدم الاعتذار لأهلها وقال إن هو ندمان على النهاية الحزينة اللي حصلت لبيكي، وبعدها هيتم الحكم عليه. الحكم اللي هيكون السجن مدى الحياة بدون إمكانية الإفراج المشروط، وهيرجع على السجن تاني سجن شديد الحراسة يعني علشان يكمل اللي باقي من حياته فيه، بس المرة دي هيكمله بدون أي متنفس، وده لأنهم طبعا المرة دي مشددين عليه جدا جدا. ثانيا الله أعلم المساجين ممكن يعملوا فيه إيه، الضباط طبعا أكيد متحيزين لزميلتهم اللي ماتت بسببه إلى آخره. ما نعرفش بقى هو حياته في السجن كانت عاملة إزاي، لكنه عمل واقعة كده قبل الحكم عليه يُقال إنه عملها بس عشان يشتِّت الناس، وهي إنه كلِّم أحد الصحفيين كان بيكلِّمه على التليفون وقال له إن هو وهو هربان مع فيكي قتل سِت تانية ودفنها عند الفندق اللي هم كانوا نازلين فيه آخر 5 أيام، ودفن السِت دي في الفندق تقريبًا اسمه 41. المهم يعني يدوّروا ما يدوّروا ما لاقوش أي حاجة خالص، ولا لقوا جثة ولا لقوا أصلًا إن في واحدة متبلّغ عن اختفائها ولا أي شيء. وقالوا إن هو بيعمل كده علشان يعمل تشتيت في القضية أو شيء من هذا القبيل، ما قدروش يعرفوا إيه اللي كان في دماغه بالضبط، لكن ما دخلتش عليهم وفي النهاية تم الحكم عليه. وبكده تكون خلصت الحكاية اللي شبه الأفلام واللي بجد وإحنا بنسمعها ما أعتقدش أبدًا إن حد فيكم كان متخيل إن دي أحداث حقيقية، إن ضابط بتخدم في الخدمة بقى لها 25 سنة تقدر تقع في شباك يعني مجرم عتيد الإجرام زي ده. خليني أقول لكم إن بعض الدكاترة النفسيين قالوا رأيهم في الموضوع، من ضمنهم حد على أحد القنوات قال إنه يعتقد إن الناس فاكرين كلها إن هو مش ذكي أبدا وإن هو يعني مخه قد جسمه كده وبتاع، لكن هو قال إنه بالعكس الشخص ده عنده نسبة كبيرة من الذكاء وبسببها قدر إن هو يتلاعب ويعرف الثغرة في حياة فيكي وإن هي ست وحيدة ويقدر يوقعها في شباكه علشان تكون هي المفر اللي يهرب من خلاله من الحكم اللي مستنيه بالإعدام وقبلها الحكم اللي تم عليه ب75 سنة سجن. وبكده تكون انتهت حياة فيكي وهو هيكمل اللي باقي حياته في السجن، وهي دي الحكاية اللي شغلت الولايات المتحدة الأمريكية كلها سنة 2022 بشكل غير طبيعي، وتقريبا كانت القضية رقم 1 في أمريكا في الوقت ده. لحد هنا تكون خلصت حكاية النهاردة. أتمنى إن سردي يكون عجبكم. لو سردي عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولو شيرتوا الفيديو ده لواحد بس كمان معاكم أكون شاكرة ليكم جدا. كانت معكم مرمر المصري، إلى اللقاء.